مطعم الطيب محطة الرمل شارع صفية زغلول. كلنا عارفين مطعم الطيب اللي هو من زمان جدا. زمان كان بياخدنا الحاج عند كشري الطيب بعد ما نطلع من سينما راديو نروح نضرب احلى واطعم كشري بالكبده بالدق اللي كنت اشم ريحتها من اول الشارع، نضرب بعدها فطيره حلو كان ميكس عظمه. وحبينا نسترجع ذكرياتنا ونزور مطعم الطيب، ولقينا ان المكان اتطور وبقى بيعمل سندوتشات وفطاير وبيتزا ومشويات. دخلنا بقى على عم عيد بركة المكان واللي اسمه نار على العلم، ويعرفنا بقى على المكان وتاريخ المكان. والله المكان هنا بادئ من 1990. كان اصل المكان كشري بس، واخد بالك. بعد كده طورنا مدخلين القسم الفطير والبيتزا، وفي 2006 بعدين بعد كده طورنا، عملنا تطور تاني، لقينا في ناس بتسعى مشويات، مدخلين قسم المشويات معانا مع السندوتشات اللوكس والفطير والبيتزا والحواوشي، واخد بالك، والمكرونات. تمام. يعني انا المكان هو فتح اصلا من 1990، وانا هنا هو من 2006. تمام، واخد بالك. فانا يعني بقالي حوالي 15 او 16 سنه موجود في المكان يعني. وعم عيد راجل سكره من الناس اللي تقابلهم وتحب تتكلم معاهم وتسترجع معاه الذكريات الحلوه، ده غير انك تاكل من ايده احلى فطير وبيتزا. راجل بيحب شغله وتحسه بيعمل الاكل بحب وبيبقى مركز قوي وهو بيعمل الاكل، لازم يطلع الاكل مظبوط ومتناسق ومخدوم. هنا بقى بينزل على الفطيره بوش البيتزا ويدخلها الفرن ويقلبها ويطلعها بالمنظر الجميل ده. واحده فطيره من الاخر لوحه فنيه رسمها لنا عم عيد، ويعمل لنا بقى الفطيره العشق اللي الذكريات الاسكندرانيه الاكيله عاشوها زمان. فطيره الحلو تتقطع وتحط في الطبق وينزل باللبن والسكر ويزوقها بقى من فوق بالكريمه والشوكولاته، وكان منظرها جامد. قعدنا بقى في الصاله ودخل علينا بنص الفرخه المشويه ونشوف طعمها ايه، وكان طعمها حلو ولحمها ابيض ومستوي طازه، والطحينه كانت عجباني قوي. ودخل نصر على الكشري وكان اول مره يدوق كشري الطيب وينزل بالدقه والشطه، وكان الكشري طعمه حلو قوي. وياما اكل في مطاعم كشري حديثه، بس الطيب كان عالي قوي قوي وفعلا مخدومه وطعمها مميز ومختلف ورزجه جدا جدا جدا. ودخل راح مع الفطيره مشكل اللحوم، كانت عجباه اللحوم اللي جواها طعمها حلو ومميز ومظبوطه ومستويه والحشو كتير والفطيره مخدومه وكويس. كان طعم الاكل كله عامه حلو جدا، وحطينا مطعم الطيب في قائمه اهتماماتنا بعد كده في خروجنا. ودخلنا بقى على اخر حاجه وهي فطيره الحلو، كانت اخر دلع وسكرها مظبوط والعجينه خفيفه، فكرتنا بالايام الحلوه وايام زمان كانت حلوه قوي. ودخل نصر وراح مع الشوكولاته وكان طعمها حلو قوي قوي. بجد كانت تجربه مميزه جدا وهنكررها تاني مع اصحابنا، لان لمسنا في المكان جمال وحلاوه الاكل بتاع زمان بجانب جوده الاكل كويسه، طعمها لذيذ جدا. ونشوفكم في تجربه جديده مع المطعم جيه.